بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عارف ان في لغات برمجة كتيرة، بس في لغة واحدة بقت الاختيار الاول لناس كتير. اللغة دي هي بايثون، ويلا بينا في الحلقة دي نتعلم ازاي ننزلها ونبدأ نشتغل عليها. أول حاجة خلينا نفهم إيه هي بايثون. بايثون لغة برمجة بسيطة سهلة القراءة، وبيستخدموها في مجالات كتيرة زي الويب والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. يعني أي مجال يخطر في بالك بايثون ليها مكان فيه. طيب إزاي ننزلها؟ هتدخل على الموقع الرسمي اللي هو python.org. هتلاقي في الصفحة الرئيسية زرار كبير للتحميل، غالبا هيظهر ليك آخر إصدار مستقر. وهنا نقطة مهمة جدا، في إصدارات مختلفة من بايثون زي 3.10 و 3.11 و 3.12. انت لازم تختار الإصدار المناسب ليك، لأن في أحيانا مكتبات معينة بتشتغل على إصدار محدد. فلو انت لسه مبتدئ، نزل آخر إصدار عادي هيبقى تمام معاك. انا مش هنزله لان انا منزله مسبقا على الجهاز بتاعي، فهروح هشرح عليه. نيجي هنا عند الداونلودز، هتلاقي الايكون بتاعه بالشكل ده. بعد ما تنزل الملف هتفتحه وهتبدأ التثبيت، بس خلي بالك تعمل علامة صح على الاختيار اللي هو add python to pass، والاختيار اللي هو use admin. لازم تتأكد ان انت عامل صح على الاختيارين دول عشان تقدر تستخدم بايثون من اي مكان في الجهاز بتاعك. وبعد التثبيت ازاي نتأكد ان بايثون نزل صح؟ هفتح الكوماند برومبت، هدوس على زرار ويندوز وار من الكيبورد، وهكتب cmd في نافذة الرن وهدوس اوكي، وهكتب بايثون مسافة داش داش فيرجن. لو ظهر لك رقم الإصدار كده بايثون اشتغل. دلوقتي تعالى نفهم حاجة مهمة، ايه هو الانتربريتر بتاع بايثون؟ ببساطة لما تكتب كود بايثون الكمبيوتر نفسه ما بيفهمش بايثون، هو بيفهم لغة اسمها الماشين كود او الواحد والزيرو. هنا بيجي دور الانتربريتر، هو اللي بياخد الكود اللي انت كتبته بالبايثون ويترجمه خطوة بخطوة للكمبيوتر عشان ينفذه. يعني تقدر تعتبر الانتربريتر زي المترجم اللي واقف في النص، انت تقول الكود هو يوصله للكمبيوتر. ولان بايثون لغة مفسر interpreter language، انت مش محتاج تعمل كومبايل للكود كله مرة واحدة، تقدر تكتب سطر كود وتنفذه على طول وتشوف النتيجة. وده اللي هنشوفه دلوقتي. بكل بساطة في نفس الكوماند برومبت هتكتب بايثون، هتلاقي ظهر لك 3 أسهم. هنا ده اسمه البايثون انتربريتر. تقدر تكتب أي كود بايثون صغير زي مثلا print hello world. بالشكل ده هتلاقي بايثون نفذ الكود وظهر لك النتيجة على طول. الانتربريتر ده مفيد جدا للتجارب السريعة، بس لما تبدأ مشاريع أكبر هنستخدم محررات تاني. في النهاية يبقى كده اتعرفنا على بايثون، نزلناها من الموقع الرسمي، اتعلمنا ازاي نثبت الإصدار، ازاي نشغل الانتربريتر، ونجرب أول كود. في الحلقات الجاية هندخل خطوة بخطوة نبني أساسنا في البرمجة بالبايثون. شكرا ليك لو انت كملت الفيديو للآخر، ولو انت مش مشترك ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل الحلقات الجديدة اللي هتنزل. ودمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.